أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسلام. معاكم النهاردة في فيديو جديد هنتكلم عن العملات بتاعت أبو الهول. جايب لكم إن شاء الله يعني كل عملات أبو الهول اللي أنا لقيتها. تمام. وبس عايزة بس انوه على حاجة صغيرة، يعني حاجة صغيرة جدا. الفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم الناس اللي بتستفاد بالعملة بتاعتنا وبتبيعها ب100 دولار وب200 دولار، وعملات لسه موجودة، عملات زي الريف المصري، عملة زي مدينة العالمين، ولا اللي هي عاصمة مصر الجديدة، او شبكة الطرق، او الحاجات ديت اللي احنا اساسا يعني عندنا عادي، اللي هو لسه الجنيه مستخدم عادي. الجنيه اساسا ما يجيبلكش البانة، يعني فاهم؟ عندهم هناك بيستفيدوا بيه وبيبيعوه بال100 دولار بال200 دولار على الاي باي. تمام. لما دخلت ذهلت من الاسعار، والراجل الفيدباك بتاعه ده اللي هو ايه، العملات بتتباع ولا لا الفيدباك بتاعه 100% يا جماعة. انتوا فاهمين يعني ايه؟ او 97%. يعني العملات عنده بتتباع فعلا بالارقام دي. الفيدباك ده يعني مثلا اللي هو ايه، الثقة في الشخص اللي بيبيع ده بيبقى نازل من موقع الاي باي. في ناس تانية بتخش تزايد على العملة، هو بيبقى كاتب كده اور بيست اوفر. تمام. فان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هحاول على قد ما اقدر اشرح لكم الناس دي بتبيع ازاي. تمام. يعني انا مفهمش في الانجليزي اوي، بس انا هحاول اعمل ملخص كده خفيف افهمكم الناس بتبيع العملات بتاعتنا، وازاي مش عارف خرجوا العملات ديت وخدوها ازاي اصلا من خرجت من مصر. واحنا عندنا تشديد جديد جدا ان العملات دي تخرج، ممكن يكونوا سياح، وان السايح ده بيجي ياخد العملة ديت ويخرجها العملات الانصر، او يجي يشتري بعض العملات. ولذلك انا ممكن افكر مثلا في فكرة ايه، ان انا ممكن اروح اشوف السياح الناس دي، اعرض عليهم العملة بتاعتي بالدولار. انت فاهم الفكرة؟ هو كيكا هيخرج بيها على ما اظن، يعني مش على ما اظن، ما اعرفش الصراحه قوي اللي بيحصل في المطارات، او التفتيش بيتم ازاي، او الحوارات دي بتحصل ازاي. فالفكره هنا يعني انا مش بحرض مثلا ان نتخرج حاجه ولا بتاع عشان بس محدش يوديني في داهيه، لا. انا بفكر مثلا في فكره ايه، هو الراجل جاي عايز ياخد حاجه مثلا من مصر، حاجه يعني فاهم زي كده بقى، حاجات اللي هي يتذكر بيها الرحله. ممكن عادي يعني نشوف لو حد معاه عمله بتاع، تنزل الاهرامات بتاع، تعرض عليه العمله يشتريها منك. انت فهمت الفكره؟ بس يعني انا ما اظن ده اللي بيحصل، على ما اظن ده اللي بيحصل. الناس اللي هي في سوق ديانة بتاع تاخد العملة تروح. يعني انا لسه مترجم الحوار ده اصلا، ما دخلت قعدت على الايباي شويه، قلت اما افهم الناس دي، مش كل شويه اخش اشوف الاسعار وبس، لا اخش اشوف الناس دي بتعمل ايه، بتبيع ازاي. فهي الفكره جات لي من هنا، ان الناس ممكن تكون بتاخد مننا العمله في مصر باسعار مش باخسه، اسعار ميته حرفيا، زي عيد الجلال اللي انا لسه عامل عليها فيديو، اسعار منيله ب 60 نيله ياخدوها منك ويروحوا يبيعوها للسياح. ركزوا في النقطه دي، انا لسه والله العظيم واخد بالي منها اصلا، ما كنتش مفكر فيها. تمام. فخلونا بس قبل ما نبدا في الفيديو بتاعنا، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون الايباي، وممكن يعني نقول نظريه كده الناس بتبيع ازاي، الناس التجار دولت، فاهمين قصدي؟ عشان برضو ايه، الناس يبقى عندها وعي. تمام. خلونا نبدا بالصلاه على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، زي ما احنا بنبدا كل مره. ويكون اول عمله معانا النهارده الواحد مليم ابو الهول الصغير. تمام. هتقولي فيه ابو الهول صغير، ابو الهول الصغير ده اللي هتلاقي الرسمه بتاعته مش مكمله لاخر العمله من تحت. تمام. انا بعمل لك علامه حمراء كده على الصوره عشان تفهم قصدي. ابو الهول الصغير دوت الصوره بتاعته جسمه مش مكمل لحد اخر العمله تحت. تمام. ابو الهول الكبير هتلاقي جسمه مكمل لحد العمله تحت. اوكي. اسم العملة معانا النهاردة واحد مليم أبو الهول الصغير. تاريخ إصداره أصدر سنة 1954، وانتهى الإصدار بتاعه سنة 56. تمام. معمول من مادة البرونز والألمونيوم، بوزن 1.8 جرام، وكمية السك غير معروفة. وأنا لما أقول لك غير معروفة يبقى غير معروفة فعلا. ماليش دعوة بأي حد بيطلع يقول لك إشاعات ولا بتاع، أنا بخش على كتالوج يعني معتمد من قبل الهيئة اللي هي تجميع العملات وكده. أنت فاهمين قصدي؟ الكتالوج ده فيه كل عملات العالم، حرفيا كل عملات العالم. تمام. بس في طبعا عملات صينيه، عملات يابانيه، انا ما بفهمش الكتابه، فانا ما بتكلمش عنها اوريدي. تمام. فايه، انا بجيب لك العملات اللي هي تبعي، بقى مكتوبه بالعربي بتاع، عندك كل عملات الدول العربيه. اسالني في اي عمله هقدر اخش ادور لك، اعمل لك بحث عنها واجيب لك معلوماتها. اوكي. معمولة من مادة البرونز والألمونيوم، الوزن 1.8 جرام، وكمية السك زي ما أنا قلت لكم غير معروفة. سعر للأنصر للقطعة الواحدة ب130 جنيه، بواقع 4 دولار. على فكرة أبو الهول فيه قليل جدا وفيه غالي جدا، خليكم معايا. وسعر الحالة الجيدة ب60 جنيه، بواقع 2 دولار. أنا ممكن أجي أقول لك أقل حاجة سعر الأنصر ب500 جنيه بتاع، لأ يعني مش هروح يعني هروح من ربنا فين، فاهمين قصدي؟
خش بس على تاني عملة معانا النهاردة، 1 مليم بقى ابو الهول الكبير. شفتوا الفرق في الصورتين؟ خلي بالكم يعني، خليكم متذكرين ابو الهول الكبير صورته مكملة للاخر. تمام. تاريخ اصداره سنة 1956 وانتهى الاصدار سنة 1958. معمول من مادة البرونز والالومنيوم بوزن 1.8 جرام، وكمية السك هي كمان غير معروفة. اوكي. بسعر الانصة ب250 جنيه بواقع 8 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب155 جنيه بواقع 5 دولار. نخش بقى على اسم العملة اللي بعد كده، رقم 3، 5 مليمات ابو الهول الصغير. تاريخ اصدارها سنة 1954 وانتهى الاصدار بتاعها سنة 1956. معمولة من مادة البرونز والالومنيوم بوزن 3.4 جرام، وكمية السك غير برضو معروفة. بسعر للأنصر 465 جنيه بواقع 15 دولار، وسعر الحالة الجيدة 155 جنيه بواقع 5 دولار. نخش بقى على رابع عملة. هتقولي الأسعار بناء على ايه؟ أقولك الأسعار بناء على الناس الأجانب اللي باعوا العملة دي لناس تانية. تمام، عشان ابقى واضح وصريح، انا ماليش دعوه وماليش علاقه بالناس اللي في مصر. على فكره عامه انا حطيت لك اوريدي عناوين الناس دي اللي انا بقول لك عليهم ما تبيعلهمش، حطيتهم لك عشان في ناس بتفضل تزن ابيع فين ابيع فين، وعندي العملات دي تشتريهم انت. ما انا لو برضه هعرف اصرفهم، وعلى فكره كنت اشتريتهم منك. فاهم قصدي؟ انا لو هعرف اصرف، هم عندهم صرفه فبيشتروها منك. والتجاره شطاره، لا مؤاخذه التجاره فعلا شطاره، ان انا اشتري الحاجه بسعر رخيص جدا ويكاد لا يذكر، واروح ابيعها بسعر خرافي مهول. فاهمين الفكره؟ هم بيعملوا معاكم كده. فانا نزلتها بناء على الناس اللي عماله تقول لي هم فين. انت ابسط ما فيها على فكره، لو انت مثلا ابسط ما فيها، وانت حتى انا في عارف ان في ناس كبيره فوق دماغي زي ابهاتي بالظبط وجدودي 65 سنه بيتفرجوا على فكره على الفيديوهات بتاعتي. انت ممكن بكل بساطه يا عم الحاجه تدخل تكتب في السيرش بتاع الفيسبوك جروبات بيع عملات قديمه، بس اكتب بس الكلام، التلات كلمات دول، جروبات بيع عملات قديمه، او اكتب بس بيع عملات قديمه، بيع عملات قديمه، هتظهر لك الجروبات. خش انضم معاهم، هتلاقي البوستات نازله، اللي معاه العمله دي، اللي معاه العمله دي، اللي معاه العمله دي، الرقم تليفوني. ده عشان بس ده ابسط حل، عشان الناس اللي بتفضل تزن عليا في التعليقات وفاكرين ان انا ما بردش عليهم، عشان انا زهقت الصراحه من ان انا برد على الناس دي. نفس يمكن على فكره نفس الشخص، ويا ريته بيشوف الرد بتاعي على اليوتيوب، يا ريته بيشوف الرد، لا هو بيكتب هنا تعليق ارد انا عليه، ما بيشوفوش. انت فهمت الفكره؟ ما بيشوفش الرد على التعليق، لان هو ما بيفتحش اشعارات اليوتيوب وحاجات كده تقنيه كده في اليوتيوب، فهو ما بيعتمدش، هو بيكتب وخلاص. انت فاهم الفكره؟ فدي انا بقول لك اهو في الفيديو، يلي بتكتب بالله عليك في على فكره في الوصف افتح هتلاقي اماكن بيع. او لو انت يا سيدي مش عايز تفتح ولا تعب نفسك، خش على الفيسبوك اكتب بيع عملات قديمه. ما دخلتش على الفيسبوك وخش على اوليكس وافتح، بس الاوليكس هيحتاج ان انت تصور، هيحتاج منك فلوس عشان تعمل اعلان اليومين دول، بقاش ببلاش. تمام. المهم يعني خلينا في العملة رقم 4، عملة 5 مليمات أبو الهول الكبير. تاريخ إصدارها سنة 1956 وانتهى الإصدار سنة 1958. معمولة من مادة البرونز والألومنيوم بوزن 3.6 جرام، وكمية السك غير معروفة. سعر الأنصر 715 جنيه بواقع 23 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب370 جنيه بواقع 12 دولار. نخش بقى على خامس عملة معانا النهاردة، 10 مليمات ابو الهول الصغير. تمام. تاريخ اصدارها سنة 1954 وانتهى الاصدار سنة 1955. معمولة من مادة البرونز والالومنيوم بوزن 4.9 جرام، وكمية السك برضو هي كمان غير معروفة. انا حاسس ان الحقبة دي كلها كانت غير معروفة عامة يعني، بس في على فكرة لقيت عدد سك عملة ولا 2. كمية السك غير معروفة. سعر الأنصر 715 جنيه بواقع 23 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب370 جنيه بواقع 12 دولار. نخش بقى على سادس عملة، 10 مليمات أبو الهول الكبير. تاريخ إصدارها سنة 1955 انتهى الإصدار سنة 1958. معمولة من مادة البرونز والألمنيوم بوزن 4.74 جرام، كمية السك غير معروفة. سعر الأنصر ب215 جنيه بواقع 7 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب77 جنيه بواقع 2.5 دولار. خش على سابع عملة، ال5 قروش ابو الهول. اصدار سنة 1956 انتهى الاصدار بتاعها سنة 1957. معمولة من مادة الفضة، والوزن على فكرة لو خدت بالكم مقلتش صغير ولا كبير عشان هو نفس الشكل. تمام. اول ما دخلوا وعملوها فضة ولا عملوا كبير ولا عملوا صغير، هم عملوا شكل واحد الكبير وخلاص.
مهم يعني المعمولة من مادة الفضة بوزن 3.5 جرام، وكمية السك غير معروفة، بسعر الأنصر 2945 جنيه. مش قلتلكوا في حاجات غالية؟ ب2945 جنيه بواقع 95 دولار. هتقولي ازاي غالية وكميات السك غير معروفة؟ ده بقى بينطبق على الكمية المعروضة في السوق، تمام؟ الكمية المعروضة في السوق والطلب عليها، انت فاهم قصدي؟ يعني مثلا هو كمية السك كانت هي اللي تقدر تحدد لنا بنسبة 60%، زي ما انا قلت في كل فيديوهاتي، كمية السك الندرة بتاعت الشيء هو اللي بيحدد سعرها. دلوقتي كمية السك غير معروفة، تمام؟ فهو في بقى ناس بتلعب على الحته دي، كميه السك غير معروف. انا ممكن اضحك عليك واقول لك يا باشا ده مش معمول منها غير 200,000، يا باشا مش معمول منها غير مليون قطعه بس. انت فاهم الفكره؟ بس هي على حسب الطلب اللي انا شايفه على الاي باي والامازون الاجنبي، يعني حتى الامازون المصري ما فيش عملات بتتعرض عليه كتير، تمام؟ ويعني عشان الشحن بيكون داخل مصر، فبرضه الناس بتشتريها بفلوس قليله. انا فاهم حاجه زي كده، ان انت مثلا في الامازون المصري بيبيع برضه العملات لناس مصريه، فالناس المصريه بتشتريها برضه باسعار بخسه، كانك نزلت سوق ديانا او اي اسواق الموجوده في القاهره او في الموجوده في اسكندريه او باقي المحافظات. انت فهمت النقطه؟ المهم يعني سعر الانصر ب 2945 جنيه بواقع 95 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب 2110 جنيه بواقع 68 دولار. خش على تمن عملة معانا النهاردة، ال10 قروش ابو الهول، تاريخ إصدارها سنة 1955، وانتهى الإصدار بتاعها في نفس السنة بتاعتها سنة 1955 برضه، تمام؟ معمولة من مادة الفضة بوزن 7 جرام. وشوف بقى يعني كمية السك هنا موجودة 1,408,000 قطعة، ومع ذلك سعر الأنصر بتاعها 1550 جنيه بواقع 50 دولار. شفت غياب كمية السك رفع العملة ازاي، وشفت حضور كمية السك المعروفة للناس كلها عمل في السعر ايه. هي ماشية كده يعني. هي لو كمية السك مش موجودة، الانسان مش هيتوانى لحظة ان هو يضحك على الشخص اللي قدامه. مفيش الا من رحم ربي بقى، الناس اللي بتتعامل في الله، فاهم قصدي؟ سعر الانصر ب 1550 جنيه بواقع 50 دولار، وسعر الحالة الجيدة ب 1175 جنيه بواقع 38 دولار. خش بقى على تاسع عملة معانا النهارده، ال10 قروش بتاعت ابو الهول، برضو اصدار سنة 1956 وانتهى اصدارها سنة 1957. ده هنا اختلاف على فكرة، يعني اللي فوق دي اغلى، اللي هي سنة 1955 بس، اللي اصدرت في سنة 1955 بس دي غالية، تمام؟ دي برضو من مادة الفضة، وبرضو نفس الوزن 7 جرام، وكمية السك غير معروفة هنا، بس سعر الانصر بتاعها ب 930 جنيه. طبعا هنا بقى الشخص مثلا لما تيجي تضحك عليها هيقول لك لا، اذا كان 1955 مسكوك منها 1,408,000 قطعه، يعني 1,500,000 يعتبر مثلا، خلينا نقول. فانت ازاي جاي تبيع لي ديت مثلا اللي هي غير كميه السك غير معروفه، وقعدت بتاع سنتين ثلاثه تتسك؟ فهنا بقى سعر الانصر ب 930 جنيه بواقع 30 دولار، وسعر الحاله الجيده 558 جنيه بواقع 18 دولار. اسم اخر عملة بقى معانا النهارده، 10 عملات، 10 عملة قصدي، 20 قرش ابو الهول. التاريخ الظاهر سنة 1956 وانتهى الإصدار في نفس السنة، تمام؟ بس دي غالية جدا. ركز بقى في كمية السك، والمعمولة طبعا من مادة الفضة، بس وزنها 14 جرام. كمية السك 350,000 قطعة فقط لا غير، تمام؟ مفيش قطعة واحدة زيادة حتى بالرف، لا 350 هم مقفولين كده، 350,000 قطعة فقط، بسعر للأنصر 5860 جنيه بواقع 189 دولار. وده أعلى عرض اتقدم للبايع، ولسه البايع ما باعش برضو القطعة، سايبها عادي. تقدر تسيب عملتك على الاي باي او اي شيء منتج تسيبه لحد ما تجيب السعر اللي انت عايزه، عادي تسيبه مدى الحياة، تمام؟ ب 5860 جنيه بواقع 189 دولار. وسعر الحالة الجيدة وصل ل 4435 جنيه بواقع 143 دولار. انا عارف ومتأكد ان الفيديو ده طلع كبير، بس عشان انا كنت بنبهك او هعرفك، يعني ان شاء الله الفيديو الجاي الناس اللي بتستفيد بالعملات بتاعتنا هم الناس اللي بره. دايما الحاجة بتاعتنا الناس اللي بره تستفيد بيها، حتى الاسعار واخدينها، حجر رشيد واخدينه، القبة السماوية واخدينها، اي حاجة هم حرفيا يعني عايز اقول لك ايه، بيعرفوا يعملوا من الهوا فلوس، يعني فاهم الفكره؟ لكن نيجي احنا على نفسنا، انت بتتكلم في الغلط. لا يا باشا، انا مش بتكلم في الغلط، اللي انت شايفه على ارض الواقع في بلدك مهما كان نصب او غلط من التجار اللي بيلموا الحاجه دي منك، انا ماليش ذنب. انا بجيب لك الحقيقه واعرضها لك. انا عارف دايما ان الحقيقه بتبقى صادمه ومحدش بيتقبلها،